people of كلوزر، مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج كلوزر. ما زلنا دايما أقرب إلى الخبر، تغطيات حصرية وجديد ولو توب تاع النيوز. هذا كمان راح تلقاوه في برنامج كلوزر على قناتكم وان تي في. برنامج كلوزر كان حاضر في فعالية مهرجان كان العالمي، وهذا في طبعته 77. حصريا نروح نشوفوا كيف الصور اللي جابها لنا طاهر مسفك. تحت شعار Algeria is back، احتضن الجناح الجزائري في القرية السينمائية في كان ندوة صحفية من تنشيط شخصيات فعالة في مجال السينما. المتدخلين قدموا حصيلة الإنتاج السينمائي الوطني هذا العام، واللي مقدر ب15 فيلم، وعبروا عن أهمية مرافقة المواهب الشابة الحاملة لمشاريع سينمائية جديدة من كتاب سيناريو ومخرجين. ونوهوا إلى الثورة السينمائية اللي راهي تشهدها الجزائر، خاصة وأنه في خلال العامين الأخرين ارتفع عدد قاعات السينما بعد ركود دام 30 سنة. أسماء مميزة كان عندها بصمة في صناعة السينما كانت حاضرة من مخرجين ومنتجين وناطقين باسم هيئات دبلوماسية وثقافية، واللي عبروا على رأيهم في الجناح وإسهاماته المنتظرة، وهذا حصريا في ميكروفون كلوزر. السيدة شفيقة قراري، الملحق الثقافي في القنصلية الجزائرية بنيس، عبرت على فرحتها الكبيرة بعودة الجناح الجزائري في القرية السينمائية بكان. Madame Deragui, du consulat d'Algérie, chargée des affaires culturelles et scientifiques. Nous sommes très heureux et très fiers que l'Algérie est de retour au marché du cinéma à Cannes et nous souhaitons beaucoup de réussite pour l'avenir. On est très content du retour de l'Algérie. On nous dit bien le retour de l'Algérie parce que l'Algérie elle a bien un historique et par son palme d'or deux fois sur la scène du cinéma. أستاذ الدراسات السينمائية بجامعة وهران السيد فيصل صاحبي أكد على ضرورة إعادة بعث السينما الجزائرية في المحافل الدولية. فيصل صاحبي أستاذ بجامعة وهران ومختص في الدراسات السينمائية. أولا نحن سعداء جدا بعودة هذا الجناح الجزائري إلى سوق الفيلم بمهرجان كان. مهرجان كان أحد أعرق المهرجانات العالمية، وأعتقد أنه دون مبالغة أكبر حدث سينمائي في العالم، خصوصا لما يتعلق بالصناعات السينمائية. والآن الجزائر تسجل عودتها إلى هذا المهرجان يعني في استمرارية لهذا النهج اللي هو نهج إعادة بعث السينما الجزائرية وإعادة بعث خصوصا الصناعة السينمائية سينماتوغرافية في الجزائر. ولهذا كان لابد أن يكون الجناح الجزائري موجودا للترويج للجزائر كوجهة سينمائية، وجهة لتصوير أفلام، وكذلك للتعريف بالسينما الجزائرية وما تسخر به الجزائر من ديكورات طبيعية يمكن استغلالها في أكبر الإنتاجات العالمية، وكذلك للتعريف بالتاريخ المجيء لهذه الأرض الطيبة أرض الجزائر، والتعريف بالوجهة وبالآمال التي يمكن الآن أن تكون ونسمح لأنفسنا بها في المستقبل نتمناه أن يكون باهرا. عودة الجزائر حسب نبيل حجي مستشار سينما بوزارة الثقافة والفنون راح تكون بنفس جديد. حقيقة أنه عودة جناح الجزائر في سوق مهرجان كان في دورته 77 هو حدث مهم جدا لنا كامل، للسينما الجزائرية للثقافة الجزائرية. والشيء الأهم أنه بعد هذا الغياب اللي دام 6 سنوات اليوم يرجع المهرجان بنفس جديد ومن خلال استراتيجية جديدة لقطاع السينما في البلاد. ونحن سعداء من خلال البرنامج الذي المصدر في هذا الجناح أنه يوميا كان لقاءات مع المنتجين والفاعلين السينمائيين. الجناح يستقطب عدد كبير من صناع السينما من العالم، شيء مهم جدا. والأجمل في كل هذا أنه يوم 21 يكون في احتفال بفلسطين في هذا الجناح، واعتقد هذه لفتة جميلة جدا تجاه أشقائنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني، وخاصة مع المبدعين السينمائيين المشتتين في العالم. المنتج الجزائري ياسين مدكور اعتبر الجناح فرصة للترويج للأعمال الجزائرية. السلام عليكم، أنا ياسين مدكور، منتج جزائري، شركة دوزورلوج برودكسيون. كما تنظرون عودة الجزائر إلى فيستيفال دو كان au marché du film après cette année d'absence sous le slogan d'Algeria is back, et on est très content et très fier de représenter l'Algérie et de faire ce retour fracassant dans l'objectif de parler des avantages de l'Algérie, des atouts
de mettre en avant nos talents et nos capacités à recevoir des productions internationales et à déclencher des coproductions. Donc merci d'être venu ويعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لنا كل. المخرج شكيب طالب بن دياب كشف على فيلم جديد راهو بصدد تحضيره مع نبيل عسلي وهشام مصباح وشهرزاد كراشني. غنوجدوا ان بو فيلم جيسبر نخرجوه في الجزائر تري بروشينمون مع نبيل عسلي، مريم بشخان، هشام مصباح، ناموس، شهرزاد كراشني ونزيد ان تريلر. جيسبر كو الشعب الجزائري يشوفوا ويفرحوا بينا كما فرحنا نديروه، وان شاء الله نتلاقاو تري بروشينمون.